كاتب أديب قلمه عجيب، له قلب طفل نبوغه آية. مسيرة حياته من نبع ذاته ألف حكاية وحكاية، حجة في الدفاع عن الحق لو ضاع في هيئة القضايا. من البداية حب القصة والرواية وغلفها بعلمه القانوني. خد قرار غير بيه المسار في حياته العملية، راح استقال من وظيفته في الهيئة القضائية، ندبوه في الحال مدير عام للقصور الثقافية لمنحة فرنسا، نال فرح وقال هناك هيعلموني. أبطال بلدنا دي مسرحية نال عنها أول تكريم، بعدها منحة تفرغ واللي زكاه ليها الحكيم، والقلماوي قالت عنه في تقريرها للتحكيم أحسن كاتب بأسلوب بسيط لما طلبوا يشوروني. جوائز عن قصص الأطفال وكتاباته المسرحية، والأبطال أرض الفيروز جايزة الشؤون المعنوية، وأحسن مؤلف لكتاب أجمل الحكايات الشعبية، ألف إيطاليا يا أحباب جايزة علشانه منحوني. بيحاضر في الجامعة له عضوية في الهيئات، نشروا مئات من أعماله ويا كتير من روايات، بيشارك في الأنشطة، ضيف دائم في الندوات، عملوا عنه كتير دراسات وياما غيري سبقوني. هو قدوة للكل، مثال مصنع فكر ينتج أعمال ليها قيمة سرية بقية تفيد كل الأجيال. ومين يوفي مهما قال حق رائد أدب الأطفال، وإن نسيت اعذروني وحيوا أدبنا الشاروني. رائد أدب الأطفال أستاذ يعقوب الشاروني. قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، إياك تخاف لحظة ندم. قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، إياك تخاف لحظة ندم. الحقيقة أنا عاوز قبل ما أتكلم على تكريمي أو تشريفي أتكلم على دور المركز الذي أصبح رائدا في كثير من الأنشطة المصرية. المركز أصبح له مصداقية عالية جدا في كل أجهزة الإعلام، كثيرا ما يقود الإعلام إلى ما يغفل عنه الآخرون، وبالذات هذا التكريم الذي يتم في يوم العطاء. الحقيقة أنا بعتبر أنه تكريمي ده مش تكريم لي، ده تكريم للقضية اللي ليا 60 سنة بشتغل لأجلها. أنا اشتغلت في القضاء صحيح 15 سنة، إنما حتى وأنا بشتغل في القضاء كانت همي جدا العمل الثقافي بين الأطفال والجماهير. والحقيقة القضية دي بقت قضية من أهم قضايا مصر. احنا 3 سنين نسينا تماما الأطفال، نسينا مهرجان القراءة للجميع، ومكتبة الأسرة، ومكتبات المدارس، ومهرجان والمعرض الدولي لكتب الأطفال، ومهرجان سينما الأطفال. كانت علامات مضيئة جدا مصر بتعلم من خلالها العالم العربي. قضية ثقافة الطفل ليست مسألة هامشية أو جانبية. الآن العالم كله يقول قدموا الكتاب للطفل منذ مولده. كتب القماش والبلاستيك واللي بيطلع اصوات واللي بيطلع مزيكا. ليا قرايب واصدقاء عايشين في نيويورك وعايشين في لندن، من اول يوم الطفل بيتولد بيدوا الام كارنيه عشان تشترك في مكتبه الحي، تاخد له كتب تعلمه من خلالها ازاي يحب الكتاب، ازاي الكتاب يبقى جزء من ثقافته اليوميه. للاسف كثير من المثقفين والعاملين في الإعلام في العالم العربي وفي مصر بيتصوروا أنه آخر شيء يهتم به بالنسبة للوليد هو عقله. كل ما تتكلموا تقولوا الكتاب والثقافة يقول لك أما يكبر بيكون قد ضاعت الفرصة الحقيقية لتكوين العقل. العلم بيقول إن إذا كان ثقافة الإنسان، ذكاء الإنسان في سن 18 سنة يساوي 100، 30% من هذا الذكاء والقدرات العقلية بتتكون من سن يوم إلى سنتين، وقبل 4 سنين 50% من الذكاء والقدرة العقلية بتكون تكونت. بنعمل إيه إحنا لأطفالنا خلال 4 سنين الأولى من حياتهم اللي بيتكون فيها 50% من ذكائهم وقدراتهم العقلية؟ المسألة ما هياش مسألة عطف على الأطفال ولا زينة نعملها في الأطفال، لا، ده مسألة بناء يبدأ من الأساس منذ الطفولة
المبكرة. أنا بشكر المركز لأن تكريمي هو في الحقيقة تكريم للمهمة اللي أنا أرجو أن جيوش من مصر والعالم العربي يهتموا بيها، وهي قضية عقل الطفل وثقافة الأطفال. شكرا.